السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، لكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سأشارككم آخر أخبار المنتخب الجزائري. فإذا كنتم تشاهدون لأول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أولا، نجم المنتخب الوطني الجزائري للفئة السنية الصغرى يونس أيت عامر رسميا اليوم جدد عقده مع النادي البافاري لغاية عام 2025. صراحة أتمنى من بالماضي أن يستدعيه في الفترة القادمة باه يجربه مثل باقي اللاعبين الذين يتم منحهم فرصة لكي نقف على مستواهم على المنتخب الجزائري. على كل حال، فاللاعب يونس أيت عامر قد جدد عقده، حيث صرح النادي أن اللاعب قد تطور بشكل جيد للغاية خلال النصف الأول من هذا الموسم، وقاتل من أجل مكان منتظم في التشكيلة الأساسية. نحن مقتنعون بإمكانياته الإضافية، ويسعدنا أنه معنا بصفة مواطنا حقيقيا في ميونخ. سيتخذ خطواته التالية أيضا مع نادي بايرن ميونخ. فإدارة الفريق منبهرة بهذا اللاعب، وراهم يشوفوا فيه مشروع مستقبلي للفريق الأول إن شاء الله، مادام أنه ما سرحوش مع النادي مثله مثل زملائه السابقين أنه قاعد متابع نادي بايرن ميونخ. فهذا اللاعب أقنع الإدارة وأقنع المدرب، ولهذا أعزائي الكرام تم تجديد العقد نتاعو. فهو يحلم كثيرا بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري الأول، ويكون خليفة لبعض من اللاعبين في المنتخب الأول. مفتخر كثير بتمثيله ألوان المنتخب الوطني الجزائري مع الفئة السنية الصغرى، وإن شاء الله نشوفه في المستوى الأول الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري، ولما لا نشوفه نجم من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني للفريق الأول. بالنسبة للخبر الموالي أعزائي المشاهدين، مباراة المنتخب الوطني المحلي رفقة المدرب المتألق نجيب بوقرة الذي أبهر جميع مؤخرا رسميا سيلاقي المنتخب الموزمبيقي، وذلك يوم السبت 21 من هذا الشهر، أي شهر يناير، على الساعة 8 بتوقيت الجزائر. هذا هو موعد المباراة، فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة في الربع النهائي من بطولة الشام. بالنسبة للخبر الموالي، فموقع فوت ميركاتو أكد أن النادي الإسباني أتلتيكو مدريد يراقب نجم الخضر مونشغلادباخ رامي بن سبعيني، فنحن نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله من هذا المنبر. وبالنسبة للخبر الموالي نذهب لمباراة سيتي وتوتنهام. الشوط الأول صراحة قلت سيبون بيب غوارديولا ورياض محرز يودعون الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حتى في الحلم لا يطمعون بتحقيقه، وخاصة التصريحات الأخيرة لبيب غوارديولا التي أدلى بها للأنصار، وهو حيث قال أننا فزنا بالعديد من الألقاب، مهما أتوا عندنا فارق كبير بينه وبين متصدر أرسنال، لا أهتم، ديجا فزت بالعديد من الألقاب. هذا التصريح صراحة كان محبط جدا، ويخليك تفقد الشغف باش تشاهد هذه مانشستر سيتي وما سيفعله في الأيام القليلة القادمة. وفي الشوط الأول شفت أنه خاسرين 2-0، قلت خلاص سيبون، قالها بيب غوارديولا وطبقت فوق أرضية الميدان اليوم. ولكن رياض محرز نقولها بصريح العبارة، عندما يمشي رياض محرز السيتي يمشي، لأنه رياض محرز في الشوط الثاني هو حرفيا حرك نادي مانشستر سيتي، وهو حرفيا من ساهم في تسجيل الهدف الأول على شهادة فريق نادي مانشستر سيتي، وكذلك قدم أسيست لهالاند وسجل أعزائي الكرام ببراعة وجدارة واستحقاق. رياض محرز دار كل شيء في هذه المباراة، ساهم، قدم أسيست، كذلك سجل الهدف وقلب الطاولة حرفيا على فريق توتنهام، ونال التقييم 9/4 وفرض نفسه رجل المباراة. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.